قامت فرنسا بإطفاء برج إيفل تضامنا مع إسرائيل، وعلق الإعلامي عمرو أديب على الأمر وقال: تخيلوا فرنسا بتطفي برج إيفل وكأن إسرائيل مثلا مسكينة وما عندهاش أسلحة ولا صواريخ ولا بتعمل حاجة. واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الهجمات على إسرائيل، وأكد على إدانته للهجمات واللي انطلقت منذ صباح يوم الأحد من غزة ضد إسرائيل وجنودها وشعبها، وأكد تضامن فرنسا مع الدولة العبرية وشعبها، وكتب على منصة تويتر وقال: أعبر عن تضامني الكامل مع الضحايا وعائلتهم والمقربين.老婆，